في المرمى. وسط اعتراض من لاعبي الترجي. زيزو يسجل ثاني اهداف الزمالك. نقاش واعتراض من لاعبي الترجي، والحكم رضوان الجيد الورقه الحمراء، سيشهر الورقه الحمراء المغربي. نقاش من لاعبي الترجي يطالبوا بخطأ، هدف يحتسب للزمالك واعتراض من جانب الترجي. رضوان الجيد الورقه الحمراء. مازال النقاش مستمر. يعني كنا نتمنى أن تنتهي المباراة دون أن نشاهد الورقة الحمراء. الحمد لله. انذار. شفت الورقة الحمراء تخوفت. انذار في وجه بن شرفية. طبعا يعني نتمنى هذا اللقاء العربي ينتهي في كنف الروح الرياضيه. الورقه الحمراء تسجل حضورها. الورقه الحمراء تسجل حضورها. يطرد لاعب الترجي. الترجي كامل المباراه ب10. نقاش من لاعبي فريق الترجي. اذا يطرد لاعب الترجي والهدف يحتسب. ضبط الاعصاب مطلوب في هذه اللحظات في هذا التوقيت. نقاش من جانب مجد تراوي ومعين الشعباني. كان في رفض واضح على قرار الحكم، كان يطالب فريق الترجي بخطأ. عموما يعني الهدف الثاني لسجل فريق الزمالك. نترك هذا للفقرة التحكيمية. إذا النقاش مستمر من لاعبي فريق الترجي. فرحة جمهور الزمالك بثاني الأهداف. الزمالك يتقدم 2-1. هذه لعبة إعادة لثاني أهداف الزمالك. زيزو لعب الشافي، كرة داخل منطقة الجزاء. كان طالب بخطأ. الهدف عن طريق بن شرقي. بن شرقي اللي سجل هدف. بن شرقي وليس زيزو. معذرة. بن شرقي صاحب الهدف الثاني. والترجي كان يطالب بخطأ في المرتين، كان يطالب بخطأ في إشارة من جانب لاعبي الترجي أن هناك دفع قام به اللاعب أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك المغربي. ثاني أهداف الزمالك بإمضاء بن شرقي.